بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق حدوتة زملكاوية، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. الوضع الآن في الإمارات، محاكمة فتوح، عرفنا الدنيا رايحة فين. خلاص الشق اللي هنا في مصر، ما هو مكتوب على الزملكاوية كده. جمهور الزمالك ونادي الزمالك الوحيد اللي في العالم اللي بيحصل معاه كل الهري ده، احنا واخدين على كده. وان لما يكونش ده الزمالك لازم السسبنس، الاثاره. الناس كلها بقت اماراتيين دلوقتي، سبحان الله. يعني الاعلام كله رياضي وغيره كله قلب امارات، كله. اللعيبه غلطت. مصطفى شلبي غلط، دونجا غلط، عبد الواحد غلطوا. لكن تحصل الضجه دي كلها فرم لنادي الزمالك، بتفرم نادي من 1911 بيتفرم بالطريقه دي. الوضع الان في الامارات، هنحكي لك اخر التطورات في الامارات، الدنيا رايحه فين وجايه منين. اول كده صلي على حبيبك محمد. الزمالكاويه يظهروا بقى ويدعموا ناديهم. جمهور الزمالك فينك؟ ادعم ناديك في اللحظات دي، وجه رساله لناديك، وجه رساله للاعيبتك، وجه رساله لمجلس ادارتك. ده الوقت، احنا في محنه، احنا في ورطه، احنا في محنه حقيقيه. كله عمال ينهش فينا، الكل اجمع انه ينهش فينا دلوقتي. قلت لك تصريح ثروت سويلم مش هيعدي كده. لما مسؤول في الكره المصريه يقول لك تصريح زي ده، لازم تحط تحته 1000 خط، مش خط ولا اتنين، مش خط ولا اتنين. اول كده والله الواحد دمه فاير بيغلي. اول كده صلي على حبيبك محمد، ثم اللايك، ثم الاشتراك في القناه. اللايك مش هياخد من حضرتك ثانيه. اشترك في القناه وشير كلامنا مهم. تطورات الاخيره والعاجله في الامارات الان، تطورات عاجله الان من الامارات. احمد فتوح خلاص، اسره المرحوم امين الشرطه رحمه الله عليه تنازلت في المحكمه، والجلسه اتاجلت ليوم 16 نوفمبر القادم للنطق بالحكم. ده موضوع احمد فتوح، ربنا يفك كربه. وتم اخلاء سبيله، وهيحضر المحكمه، شرطت انه لازم يحضر بنفسه جلسه النطق بالحكم القادمه اللي هي يوم 16 نوفمبر. طيب ده بالنسبه لاحمد فتوح. تعالى بقى نروح نطير بيك على الامارات. الدنيا ايه؟ زي ما قلت لك في الفيديو الماضي، استمرار حبس ثلاثي الزمالك، كابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره، ونبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي. ومحاكمة عاجلة، أولى جلساتها بكرة، محاكمة عاجلة لثلاثي الزمالك بكرة أمام القضاء الإماراتي. هكذا أصدرت فرمانها وقرارها نيابة الإمارات النهاردة بإعادة عمل محاكمة عاجلة لثلاثي الزمالك بكرة، واستمرار حبسهم. عبد الواحد السيد، كابتن عبد الواحد السيد، مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا. ده آخر حاجة في الإمارات. محاكمة بكرة، المحكمة وقرارها، مع إن الزمالك دفع ال 600,000 درهم اللي هم ما يوازوا 8 مليون جنيه مصري من امبارح. لكن الموضوع كبر. الوسطاء ما فيش، لا هنا بريدة ولا وزير الشباب والرياضة الزملكاوي أشرف صبحي زملكاوي. ده ما هنقش الزمالك بالسوبر. لما خد سوبر القرن خاف من الخطيب يزعل، خاف على زعل الخطيب، فما هناش الزمالك. قال لك ازاي اهنئ الزمالك والخطيب يزعل، يتقمص والاهلاويه يتقمصوا. فانا مش عايز الاهلاويه يتقمصوا مني ولا يزعلوا مني. ده انا الاهلي لما قال مش لاعب ماتش الجونه
اشرف صبحي راح جري على محمود الخطيب في بيته، قال له معلش يا بيبو، بيبو انت بيبو، وما راحش وما لعبش، رغم ان وزير الشباب والرياضه راح له بيته يترجاه. هو اشرف صبحي قال لك ازاي لو طلعت تهنئه للزمالك في السوبر الافريقي ده الخطيب يتقمص ويزعل، وبعدين الخطيب زعله وحش، ممكن امشي من مكاني، مش كده ولا ايه؟ ده اتحاد الكره ما هنقش الزمالك، فعايزهم يتدخلوا في ازمه زي دي؟ لا طبعا. يقول لك ما ينسحب، ما يتحبسوا اللعيبه، ايه المشكله؟ ما يتحبس عبد الواحد السيد، ايه المشكله؟ فالقضاء الاماراتي، احترامنا الشديد للامارات، شعب وحكومه وقضاء على راسنا من فوق، وداخليه على راسنا من فوق، بس احنا بنقول الموضوع ما كانش يستاهل ده كله. ازاي هلعب يا جدعان بعد بكره، بعد بكره وانا لعبت ما اتدربتش؟ لا اتدربت امبارح ولا اول، وعندي مدير الكوره واتنين لعيبه محبوسين، محبوسين. ازاي؟ شعور اللعيبه زمايلهم ايه؟ شعور المدرب ايه؟ ازاي؟ ما هو عشان ثروت سويلم قال ايه؟ قال لك ما ينفعش الزمالك ياخد 2 سوبر ورا بعض. بس ده مربط الفرس، ده مربط الفرس، هنا مربط الفرس. ما ينفعش الزمالك ياخد 2 سوبر ورا بعض، نمشي كلنا من اماكننا، ده التفسير. اتحاد الكرة يمشي، رابطة الأندية تمشي، وزير الشباب والرياضة يمشي، لو الزمالك خد 2 سوبر ورا بعض. فالحل ان الاهلي ياخد السوبر المصري، بلطجة، ذوق، عافية، الاهلي لازم يتوج بالسوبر المصري، ما ينفعش يخسر، ما ينفعش الخطيب يرجع من الامارات مكسور الخاطر، لا ده لازم يرجع مبسوط وسعيد وفرحان، وجمهور الاهلي فرحان. طب على حساب الزمالك؟ على حساب الزمالك واللي يتشدد للزمالك، ايه المشكله؟ هو ده الوضع، ما تخليش حد يضحك عليه، هو ده الوضع. طب واحد يقول لي هو انت كده بتشجع لا ما بشجعش على البلطجه، انا بقول دونجا غلط، واسمه ايه تاني شلبي غلط، والكابتن عبد الواحد غلط، وتقديرنا الكامل لداخليه الامارات وقضاء الامارات وشعب الامارات وحكومه الامارات على دماغنا من فوق، على دماغنا من فوق، اشقاء احنا والاماراتيين زي السعوديين زي الكويتيين زي الاردنيين، اخوات، كلنا اخوات، حكومه وشعب. بس انا بقول الموضوع ما كانش يستاهل ده كله، ده لو الاهلي كان حصل الكلام ده ما كانش حصل الكلام ده. ففي محاكمه عاجله لثلاثي الزمالك بكره يا احنا قدام امر واقع، بكلمك في امر واقع، احنا قدام محاكمه عاجله بكره اولى جلساتها، يعني ممكن يبقى في جلسات تانية واستمرار حبس تاني. قضاء وكلمته بقى في الامارات، لا تعقيب على احكام القضاء. فقال لك محاكمه عاجله اولى جلساتها غدا، المحكمه بقى وقرارها، تخلي سبيلهم، يستمر حبسهم، تعقد جلسه تانية، القضاء وكلمته. كلنا هنتابع بقى الاخبار ونشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين، مش في ايدينا حاجه، الموضوع كله في ايد المحكمه دلوقتي في الامارات، في ايد القضاء الاماراتي، في ايد القضاء الاماراتي خلاص. طب الزمالك هيلعب السوبر ولا مش هيلعب؟ الزمالك طلب واعتبره طلب مشروع، لكن قسما بربي اتحاد الكرة ما هيوافق، والاهلي ما هيوافق، ولا حد هيوافق على طلب الزمالك. ما هو الطلب؟ الزمالك طلب رسمي تأجيل نهائي السوبر لمدة يوم 24 ساعة. اذا كان ما وافقوش على طلب الزمالك بتأجيل ماتش بيراميدز ساعة، هيأجلوا ماتش الزمالك والاهلي ونهائي السوبر يوم. انا بقول لك مش هتنفذ، انا بقول لك من دلوقتي مش هتنفذ. الزمالك طلب وما اطلب، الاهلي تطلب 100 طلب، لكن مش هنفذ لك ولا طلب. والسوبر هيتلعب يوم الخميس، لان الخطه هي
تتويج الاهلي بالسوبر، ده الهدف الاسمى ليهم. اذا كان احمد موسى بيتكلم، وعمرو اديب بيتكلم، والدنيا كلها بتتكلم، والاعلام الرياضي كله بيتكلم، كله افرم في الزمالك، خلي الاهلي يتوج بالسوبر. هي دي الخطه، هي دي الخطه. ما ينفعش جمهور الاهلي يزعل، ما ينفعش، ما ينفعش. الخطه تتويج الاهلي بالسوبر ايا كانت الظروف. هو هيحطك في ظروف اكتر احسن من كده؟ ده مدير كرة محبوس واتنين لعيبه محبوسين، انت عايز ايه اكتر من كده؟ ومفيش تركيز عند اللعيبه التانية. فهو عايز كده الزمالك ينزل واقع، ينزل مستسلم، ينزل مفيش اي حاجه خالص، والاهلي بقى يحط الجون الاول والتاني والتالت ويخلص الماتش والاهلي يتوج بالسوبر. يبقى كده الخطه نجحت والمهمه تمت بنجاح. بس هو ده الخطه والوضع اللي فيه موضوع السوبر ده. الزمالك خلاص بعت للمنظمين انا هلعب السوبر، كده فكره الانسحاب اتلغت، كده الزمالك مش هينسحب، هيلعب السوبر، هيلعب السوبر الزمالك. لكن هو طلب تأجيله لمدة يوم، قال لك احنا ما اتدربناش لا امبارح ولا اول، فاول تدريب النهارده نزلوا قبل ما اطلع معاك الفيديو بدقايق اللعيبه اتمرنت، وجوميز درب اللعيبه وقفل على اللعيبه وقال لهم عايزين نركز، وعمر جابر شارك في المران بصفه اساسيه، وعمر جابر هيبقى جاهز لماتش النهائي. فالزمالك طلب قال لك بدل ما احنا هنتمرن تمرينتين خليهم 3 فاجلوا لنا الماتش يوم. طبعا الكلام ده مش هيحصل، انا بقول لك مش هيتنفذ. واتحاد الكره هيقول للزمالك اخبط دماغك في اقرب حيط، مش هاجل النهائي، نهائي يوم الخميس يعني يوم الخميس. فده الوضع يا زملكاويه. محاكمه عاجله لثلاثي الزمالك بكره. الزمالك لغى فكره الانسحاب وابلغ المنظمين بتوع البطوله هنلعب السوبر، وطلب بتاجيله لمده 24 ساعه ليقام الجمعه بدل الخميس. بس انا بقول لك الطلب مش هيتنفذ خلاص. طيب ممكن بكره المحكمه تصدر قرارها باخلاء سبيل الثلاثي الزمالك، ده في ايد المحكمه بقى، ده حاجه في علم الغيب. المحكمه الاماراتيه اللي هتقول هل يخلى سبيلهم ولا يستمر حبسهم، هنشوف ونتابع زينا زيكم. الدنيا في الماء شيكابالا وجوميز والكابتن حسين لبيب والكلام ده. طبعا المستشار مرتضى طلع ببيان ناري يعني هاجم فيه مجلس الزمالك، قال لو انا موجود كنت رحلت اللعيبه ديت لمصر اللي غلطوا، وكنت رحلت مدير الكوره، وهي مش بلطجه، واحنا بنعتذر للامارات شعب وحكومه وقضاء وداخليه والامارات على دماغنا من فوق والكلام ده. قال المستشار مرتضى بيان طويل عريض. رايك قوله، بس اهم من رايك في الموضوع ده وجه رسالتك للاعيبه الزمالك بعد خوض السوبر. وجه رسالتك لنادي الزمالك، يا جمهور الزمالك ادعم لاعيبتك، ده احنا في محنه، ده الوقت اللي الزملكاوي فيه بجد يظهر وقت الشده. وان شاء الله باذن الله ربك قادر، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. اختم الفيديو بالمقوله دي، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، ربك قادر على كل شيء. السلام عليكم.